الله يسعد لي مساكم وكل أوقاتكم. اليوم رح نعمل مع بعض طريقة عمل المكدوس بس على طريقة تيتا الله يرحمها. أول شي بنحتاج باذنجان. هلأ الباذنجان هون أنا غسلته كتير منيح وراح أبلش أسلق فيه. راح أحط الطنجرة على الغاز فيها مي لحتى تغلي. راح أبلش أسلق الباذنجان. هون بلشت تغلي المي وبلشت أنزل الباذنجان. وهلأ بعد ما خلصت تنزيل الباذنجان بالمي المغلية راح أحط عليها التقل. وهون طبعا بعد ما شلته من المي السخنة هلأ راح أحط عليه مي باردة وراح أبلش أشيل القمعة تاعته. طبعا طريقة شيل القمعة راح تكون أسهل بكتير من إنه قبل ما نحطها بالمي السخنة. طبعا الطريقة مثل هيك. وهلأ بعد ما شلت القمعة كلياتها راح أبلش أفتح الباذنجان من النص مثل هيك. راح أحط جواته ملح. وطبعا يا حذركم أنا ليه بحط الملح بقلبه؟ طبعا أكيد علشان يتصفى كل المي اللي جواته. وأكيد هلأ في ناس راح تقولي ليش متأخرة بعمل المكدوس؟ أنا ما بحب أعمل المكدوس إلا بهذا الوقت، لأنه شو ما بحطه على الغاز ما راح يدوب. وهلأ بعد ما حطينا الملح الجهة يلي فتحناها راح نحطها من تحت بالمصفاي علشان تتصفى كل المي يلي بقلبه. طبعا مثل هيك. بس قبل هيك إذا انتم مش مشتركين بالقناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. وبرتبهم بهاي الطريقة حتى ينرصوا كلياتهم فوق بعض ويصفوا كل المي يلي جواته. وهلأ بجيب جوت وبحط فيه صحن مثل هيك وبحط المصفاي يلي فيها الباذنجان جواته علشان يصفي كل المي يلي جواته. وأكيد راح أحط عليه التقل لمدة يومين حتى تتصفى كل المي يلي جواته. وهلأ طبعا بعد بيومين شلنا الباذنجان. شوفوا المي اللي نزلت منه. وهلأ راح نحتاج للحشوة توم. هلأ التوم راح أفرمه مثل هيك بهاي الطريقة. طبعا إذا ما عندكم هاي الفرامة بتقدروا تفرموا على إيدكم. وما راح أنعمه كتير كتير مثل هيك. وراح أحطه بالجات تاعي. وهلأ راح أحط فلفل أحمر إذا بتحبوا حلو أو حار. وطبعا الفلفل الحلو أو الحار لازم نصفيه من ميته كتير كتير منيح. وطبعا بالآخر إحنا بدنا نعمل مكدوس ما بدنا نعمل مخلل. هلأ راح أبلش بالجوز وراح أدق بهاي الطريقة. طبعا أنا حطيت شطة حارة ناعمة وهيك بدي الجوز. هلأ بعد ما حطيت الشطة والفلفل الحلو والثوم والجوز والملح والزيت الزيتون راح أبلش أخلطهم هلأ كلياتهم مع بعض حتى يتجانسوا كل المكونات مع بعض مثل هيك. وهلأ راح أبلش أحشي فيهم. راح أحشيهم بهاي الطريقة مثل ما انتو شايفين.
وهلأ وأنا بحشي فيه راح أرصه كتير منيح بالمطربان. هون بعد ما رصيته قلبته بهذا الشكل، وهون بعد ما شفت المي كلياتها نزلت من المطربان راح أقلبه بهاي الطريقة، وراح أبلش أفرغه بمطربان تاني لأنه أنا كتير رصيت الباذنجان فوق بعض مثل هيك. وبس أفرغه راح أخليه ياخد راحته الباذنجان، راح أرجع على المطربان وأخليه ياخد راحته بهذا الشكل. وراح أحط عليه زيت زيتون. في ناس بتحب تحط عليه زيت قلي مثل ما بدكم، بس أنا بفضل إني أحط زيت زيتون، وكل واحد وطريقته، وهاي أنا طريقتي. ولا تنسوا تترحموا على تيتا، الله يجزيكم كل خير. الله يرحم جميع أموات المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وهيك طبعا بنكون خلصنا مقدوسنا لليوم. صحتين وألف عافية على قلوبكم كلياتكم. فضلا وليس أمرا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. مع السلامة.